السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. يوم الخميس 14 سبتمبر 2023 قفل المؤشر على 19540 نقطة بصعود 1%. قيمة التداول 2 مليار و100 مليون. عدد الأسهم 217 سهم وصعود 122 وهبوط 68 سهم. ترتيب الأسهم من حيث قيم التداول: أول سهم التجاري 300 مليون، بعد كده طلعت مصطفى 142 مليون، بعد كده بلتون 130 مليون، بعد كده مصر الجديدة 95 مليون، بعد كده سهم دايس 60 مليون. ترتيب القطاعات من حيث الحصة السوقية: أول قطاع العقارات 25%، بعد كده البنوك 15%، بعد كده الخدمات المالية 12%، بعد كده التشييد ومواد البناء 7%. النهاردة المؤسسات أو يوم الخميس المؤسسات بأكملها عربية وأجنبية ومصرية كانوا شراء، والأفراد المصريين والعرب كانوا بيع. حابب أتكلم على الأسهم اللي ربنا الحمد لله كرمنا فيها الأسبوع اللي فات، والحمد لله رب العالمين. كان فيها نصيب من التريدات اليومية. يعني أنا عايز أعرف حضراتكم برضو إن إحنا عندنا جروب للواتساب، ده جروب مجاني غير مدفوع. هسيب لحضراتكم لينك الجروب موجود تحت في الفيديو، وأيضا هسيب لحضراتكم لينك جروب الفيسبوك الخاص بالبورصة في أكاديمية عواد. عايز أقول لحضراتكم الأسهم اللي ربنا كرمنا فيها الأسبوع اللي فات. يعني سهم زي سهم ام جروب الحمد لله كنا وصينا بيه، وكان من 4 جنيه 50 قرش. قلنا ان هو سعر كويس جدا، والحمد لله وصل الى 4 جنيه 85 قرش، وصل الى سعر كويس ورد تاني الى 4 جنيه 70، 4 جنيه 75 قرش. برضو من ضمن الاسهم اللي ربنا كرمنا فيها سهم زي سهم ابو قير. الحمد لله كنا وصينا على ان الناس برضو تشتري في اسهم قطاع البتروكيماويات، بالذات الاسهم اللي مجلس الادارة بيشتري فيها زي سهم ابو قير وسهم بوبكو وسهم الملاء الصناعية. يعني كنا اتكلمنا على سهم ابو قير ايام ما كان لسه بيجمع في منطقة 56، هو وصل الى 59. فالحمد لله ده كان من ضمن الاسهم اللي ربنا كرمنا فيها الحمد لله، وقدرنا ان احنا ننجح فيها كتريدات يومية. طيب هو احنا ليه بنشتغل تريدات يومية؟ انا بشتغل تريدات يومية في التوقيت ده لان انا شايف ان السوق زي ما ذكرت لحضراتكم ان هو عند 19540 نقطة. انا بالنسبة لي السوق في منطقة عالية، فانا مش عايز افضل موجود في السوق فترة كبيرة، ادخل واخرج بسرعة، لان ممكن السوق يصحح وممكن يبقى تصحيح عنيف في اي وقت. فانا بالنسبة لي في التوقيت ده التريدات اليومية هو اصلح شيء. فكان سهم ابو قير من ضمن الاسهم اللي ربنا كرمنا فيها. برضو الحمد لله سهم زي سهم امك، برضو الحمد لله لما هو ريح شوية كنا بنتكلم مع الناس ان السهم ده اي تريحة فيه فرصة للشراء. هو الحمد لله كان بيتداول عند 8 جنيه 70 قرش، 8 جنيه 75 قرش. الحمد لله هو وصل الى 8 جنيه 97 او قريب من 9 جنيه. فبرضو انا مازال بقول ان سهم امك من الفرص الجيدة للشراء حاليا، واي تريحة فيه فرصة للشراء، لان عنده اجتماع مجلس ادارة يوم 30 سبتمبر 2023 عشان يعتمد توزيع الكوبون. برضو من الاسهم اللي ربنا كرمنا فيها سهم زي سهم الدلتا للسكر. برضو كنا اتكلمنا عليه لما كان ب 44 جنيه. اي نعم هو رايح ل 43 ولكن رد تاني الى 45 جنيه. في اسهم عايز اتكلم عليها هي تصلح للدخول فيها برضو، واسهم يصلح للتريدات اليومية. برضو سهم زي مدينة نصر من الأسهم الجيدة للتريدات اليومية، وهو حاليا بيتداول عند 3 جنيه 30، 3 جنيه 32 قرش. فهو سعره جيد إن احنا ندخل فيه ونخرج عند 3 جنيه 40، 3 جنيه 45 قرش.
برضو سهم زي سهم إيجاز مصر، برضو سعره عند 30 جنيه ونص، برضو بيرد تاني ل 31 ونص. ده برضو أسهم تصلح إلى التريدات اليومية. سهم زي سهم القناة للتوكيلات هو حاليا عند 25 جنيه ونص تقريبا، برضو أسهم تصلح للتريدات اليومية. وطبعا في أسهم كتير احنا الحمد لله ربنا كرمنا فيها. وفي سهم أنا نسيت أذكره في الأول، سهم زي سهم الشمس اللي هو ضرب نقطة وقف الخسارة تحت عند ال7 جنيه، ولكن رد تاني الحمد لله، وصل إلى يوم الخميس وصل إلى 7 جنيه 35 قرش. ده برضو من ضمن الأسهم اللي ربنا كرمنا فيها بفضل الله تعالى. طيب أنا هسيب لحضراتكم لينك جروب الواتساب، ده بنقول فيه تريدات اليومية وبنحلل فيه السوق لحظة بلحظة، وبنقول إيه الفرص الشراء اللي موجودة في السوق حاليا. فهسيب لحضراتكم لينك جروب الواتساب، ايضا هسيب لحضراتكم لينك جروب الفيسبوك، برضو احنا بنعمل عليه تحليل وبنستقبل استفسارات الناس، واي حد عنده اي استفسار او عايز يسأل على سهم معين ده متاح على جروب الفيسبوك. طبعا في النهاية عايز اشكر حضراتكم واتمنى من حضراتكم انكم تشتركوا في قناة اكاديمية عواد، واهلا وسهلا بيكم في قناة اكاديمية عواد، ونلتقي ان شاء الله في فيديوهات قادمة، وشكرا جدا لحضراتكم.